فاذا حزب النور على سبيل المثال ما بصلوش على كده بقى، ايه المكاسب اللي خدها؟ حزب النور كان فيه 5 من افاضل الناس في المجلس القومي لحقوق الانسان، اعادوا تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان، شالوا ال5 الافاضل دول وجابوا بدلهم 5 بلطجيه. يعني هم في عرف الدوله نفسها بلطجيه وعليهم قضيات بلطجه. شالوا ال5 دول وجابوا ناس اشعلوا حروب الفتنه قبل كده في الستينات. شالوا ناس وجابوا ناس محرضين على القتل في الستينات. شالوا ناس وجابوا ناس مارسوا التعذيب. شالوا دول وجابوا ناس مارسوا التدليس. شالوا دول وجابوا ناس مارسوا النصب والاحتيال مع اجهزه الدوله. انا عضو في هذا المجلس. بس حزب النور بيقول لك انا النهارده بحافظ على الهويه الاسلاميه. ما انا فاهم ومكتسبات ما هو بعد ما ضيعها بعد هو دلوقتي ما انا هحكي لك. ما هو دايما اللي بيقول لك بيحافظ على حاجه زي طفلك لما يجي من المدرسه فين الاقلام؟ يقول لك والله العظيم انا جبت القلم معايا. هو ضيعه وهو عارف انه ضيعه، بس هو خايف من عقابك فلازم يحلف لك ان هو ايه؟ ان جاب القلم معاه. فهو حزب النور ضيع الاسلام، يعني لم يضيع الاسلام في تاريخه مثل موقف حزب النور. دكتور ده كلام كبير، ضيع الاسلام. انا احكي لك يعني ازاي بس ضيع الاسلام؟ ده هو بيقول لك انا بحافظ على الهويه الاسلاميه. هو برضه الولد ابنك بيقول لك انا حافظت. فين هي؟ ما انت داخل دلوقتي في دستور يهدم كل ما انجزه السلفيون في دستور 2012. يعني السلفيون دول تعبوا الاخوان في دستور 2012 عشان يعملوا حاجات للاسلام، وبعدين اول ما شافوا الار بي جي قال له اسلام مين؟ اسلام مين؟ اسلام مين؟ مفيش حاجه اسمها اسلام، في حاجه اسمها الجيش اللي هو ولذلك نمره 1 في كلامه ايه؟ من يهدم احمر ومن يهدم الجيش خائن وعميل. فهمت؟ ما انت تشوف الاولويات في الحديث. انت يبقى عليك 5 اعضاء في مجلس حقوق الانسان تقدر تحارب بهم التعذيب وتقدر وينضم لهم واحد زيي. يعني انا كنت بمشي معاهم مع السلفيين دول واوافقهم في الراي واساعدهم وكل حاجه. تضيع هؤلاء ال5 في مقابل 5 بلطجيه. طب ايه المبرر ان انت وانت داخل في الصفقه يتحل المجلس بالطريقه غير القانونيه وغير الدوليه وغير كذا ويخرج اعضائك؟ انا افهم ان انت تاخد 7 مكان الاخوان ال7، تبقى تاخد ال5 وال7 تبقى الكوتا بتاعتك 12 وتلم عليهم الدكتور الجوادي وواحد طيب من الناس التانيين، يبقى معاك الاغلبيه في المجلس تقدر تحافظ على حد آلية. مش انت بتقول ادراك ما لا يمكن ما لا يدرك كلام لا يدرك كله ولا يترك كله. الكلام الفارغ ده يعني ايه بقى؟ طب فين؟ ده انت بتسيب كل حاجه. يعني انت ما بقاش في دلوقتي تصور ان من السلفيين اللي في مجلس حقوق الانسان ده مثلا واحد اثناء عضويته في مجلس حقوق الانسان انتخب بما يشبه الاجماع عميدا لكليه حقوق اسكندريه. انت عايز كده اعظم من كده؟ تقوم تروح تجيب لي واحد تدخله وهو معاه مع احترامنا معاه شهاده بانه معذب. يعني مكتوب كده في المعذبين، مكتوب كده في منتهك حقوق الانسان، مكتوب كده في الموالسين. هو كل الكلام اللي حضرتك بتقوله خلي فيه سؤال مهم. هو ليه حزب النور اتخذ هذا المسار؟ بيخاف المكاسب يعني ما فيش. ما هو انت لما تلاقي واحد بيسلم قوي، بيسلم خالص، بيبيع كل حاجه وما فيش مقابل، تعرف انه خايف ان في دبابه بس. ما هو ده كده في العقد شريعه المتعاقدين. لما تلاقي انا بعت لك الحاجه اللي قيمتها 300 ب3 ساعه، يبقى ايه؟ يا اما ان انا بحبك قوي، يا اما ان انت ابني فانا بوهبها لك عن طريق البيع، يا اما ان ده زوج وزوجه فبيهبها الحاجه، يا اما ان دي خلاص حق، يا اما ان دي رشوه. فاهم قصدي؟ يعني لها معاني. كان السنهوري باشا يقول عليها الهوى الجامح، وكان حازم الببلاوي نفسه ده لما كان يعني بيحاول يتكلم كلام مظبوط يستشهد بعباره السنهوري دي في مناقشاتنا، يعني اللي هي في اطار الصداقه يعني والتعلم. هو استاذنا يعني ما فيش شك انه من جيل اساتذتي. لكن انت لما تلاقي نفسك كده، لما اجي انا اقول لك انت تيجي تقول لي شايف البدله الحلوه اللي لا ده انا جايبها ب2 ريال بس، يبقى انت اخدها رشوه، اخدها فيها نصيب، فاهم؟ اخدها خلاص حق كان ليك عندهم فما دفعتش الا 2 ريال. لما الجيش او السلطه الحاكمه دلوقتي تاخد كل حاجه من حزب النور، حتى اعضائه الشرعيين في مجلس حقوق الانسان اللي هم ناس محترمين، عبد الله بدران وطلعت مرزوق ومحمد العزب. لا بس يبقى ان هو واقف يدافع عن الهويه الاسلاميه يا دكتور. كمان لا واقف يدافع عن الهويه الاسلاميه. هي الهويه الدينيه هي الداء. طبعا حزب النور طبعا ربنا سبحانه وتعالى يلطف به، ربنا يلطف به في قضائه وقدره. ربنا انت عارف حزب النور الانتخابات الجايه هيجيب كام في المية؟ 3% يعني من كل 10,000 صوت هيجيب 3 أصوات. مين هيدي الحزب؟
رغم التزوير. يعني بالتزوير هيجيب 3، هيجيب اقل من 1%، وبعدم التزوير هيجيب اقل. قصدك تفتكر ان حزب النور فقد قواعده الان، ما بقوش معاه زي ما كان، خد ربع البرلمان اللي فات 24% على الاقل في اخر انتخابات بقى اذا استمر بهذا السلوك. ما انت برضه انت عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل يعمل عمل اهل حتى لا يكون بينها وبين الزراعه فيعمل عمل اهل النار. او الراجل عارف الحديث ده طبعا. وعارف انت القصه بتاعت الراجل بتاع بني اسرائيل اللي هو تنازع ملائكه الرحمه وملائكه العذاب، فقاسوا من هنا ومن هنا فكسب بشبر. فيمكن ربنا يهديهم. انا بدعي ربنا سبحانه وتعالى يهديهم، انا بحبهم وعلاقتي بيهم كويسه. وعلاقتي بالقوات المسلحه كويسه على فكره يعني. طب استقاله السيد خالد علم الدين احد قيادات الحزب منذ يومين، وقال أنا لي مبادئي وأنا مش قادر أتجاوب مع قرارات حزب النور الآن، فاستقال الرجل من الحزب. هل تراها بداية يعني؟ هو الحزب ما عادش في حد. عمال عبد الغفور نفسه رئيس الحزب سابه وعمل حزب النور من فترة طويلة. لا يعني قصدي أقول إيه؟ إنه ضغوط إن الناس بتخاف، وليس سرا إن الثورة بعد الثورة أجهزة معينة في الدولة ضغطت على ناس كانت في مناصب أكبر مما تتصور، مناصب أكبر مما تتصور أنت يا أحمد خالص. هم اللي اجبروهم على الاستقاله. نطوا من المركب، ما تضيعوش تاريخكم، انا بس بنصحك. فاهم قصدي؟ ونصحوا ناس كبار قوي، وناس كبار قوي استقالت من مناصب كبيره قوي لم يكونوا يحلمون بها. كويس. فهنا العقد بقى الخوف. فانت بس مع احترامي لحضرتك دخلت على الراجل اللي عنده البدله دي، اديني البدله دي. قال خلاص يا باشا خدها، خد 2 ريال عشان ما يبقاش ايه؟ ما بقاش حرامي. فالراجل قال لك خلاص. فانت جاي تقنعني بانك انت جبتها بايه؟ ب2 ريال. لكن انت خدتها بايه؟ بقوه السلاح. بالار بي جي اللي كان في ايدك، بالمتريولوز اللي كان في ايدك. فهمت انت المعنى اللي انا عايز اقوله؟ اللي يسلم هذا التسليم، اللي يركع هذا الركوع، اللي يخنع هذا الخنوع، اللي يتذل هذا الذل، خائف. بس ما تقوليش بيحافظ لا على هويه ولا على ملابس داخليه. خلاص ما فيش فيها محافظه دي. ان انت يخرج اعضائك من المجلس، ان انت ما تخشش، ان انت فين؟ فانت دلوقتي مش بتجيب مستور، ده انت بتجيب من يجاهر بالخمر، من يجاهر بالشذوذ، من يجاهر بمحاربه الدين، من يجاهر بافساد الاسلام، من يجاهر بالغاء الاسلام، من يجاهر بان مصر علمانيه. وكل ده وحزب النور بيقول لك الجيش خط احمر. يا حبيبي على الخط الاحمر. احمر ايه بس؟ طب خليه قرمزي، عشان الدم بينزل قرمزي ما بينزلش احمر قوي.